السلام عليكم. الموضوع الثالث من الهيكل العاشر متقدم اللي هو solve polynomial equations by factoring. السؤال الأول في عندي rectangular prism، أعطاني الدايمنشنز لهذا الريكتانجلر بريزم، طول عرض وارتفاع، وقال لي إن الفوليوم حق هذا الشكل equals يساوي 30 x. يقول لك جد قياس الأبعاد هذه، جد الطول والعرض والارتفاع. طيب أنا أعرف إن الجنرال فورمولا أو القاعدة العامة للريكتانجلر بريزم لحساب الفوليوم تساوي فوليوم equals length width ضرب height، صح؟ length times width times height، طول بعرض بارتفاع. نرتبهم عادي بشكل عشوائي، x ضرب x minus 2. شوف لما يكون عندك أنت أكثر من تيرم الإكسبريشن هذا، أوكي، حطه بقوس، ضرب الارتفاع اللي هو هذا x plus 5. كم قيمة الفوليوم؟ 30x. طيب شو أول خطوة نسويها؟ نحذف الإكس من الصوبين بهالشكل كأنه ميزان، شلينا من اليمين ومن اليسار نفس المقدار، أوكي؟ هذا بحالة الضرب، لو كان زائد ما نسوي هاي الحركة، واضح؟ طيب الحين شو بقى عندي؟ 30 يساوي، تشوف هذا الرايت هاند سايد هذا شو نسوي له؟ نسوي له اكسباند، يعني نبسطه. كيف؟ تجيب واحدة تحت الثانية بهالشكل، تحط اكس مثلا بلس 5، وخاصية التوزيع تضرب هذا مع هذا وتحط الجواب اكس سكوير، وهذا مع هذا سالب 2 ضرب 5، بس خلي فيه سبيس يطلع ناقص 10، وبالنص شو تحط؟ تسوي هاي الحركة اللي هي الاكس. تذكرون في فيديو كامل تكلمنا عن هذا الموضوع. اكس ضرب 5 موجب 5 اكس، وسالب 2 ضرب اكس سالب 2 اكس. واضح؟ يلا نسوي تبسيط، سمبليفاي. 30 يساوي اكس سكوير نفس ما هي، هذيله مختلفين انقصهم 3 اكس واحط اشارة من الاكبر ناقص 10. شوفوا شباب، حتى احلل هذا السؤال شو لازم اسوي؟ انقل هذه على هالصوب، يعني خلي كل شيء على صوب، الصوب الثاني يكون صفر، واضح؟ فهذه 30 شو اسوي؟ انقلها على هالصوب، يوم تنقلها شو تصير؟ هي موجب 30 تجي هنا تصير سالب 30 وتخوص تصير صفر. فيلا خلينا نكتب هذا على اليسار، اكس سكويرد زائد 3 اكس ناقص هذيلا متفقين تصير سالب 40 تساوي كم؟ صفر. هنا اجيب الآلة الحاسبة، شوف ايش اسوي. 1 equals 3 equals minus 40 يساوي، يطلع الجواب عندي اكس. طبعا بالامتحان لان هذا من الاسئله المقاليه لا تحط اكس يساوي 5، شوفوا لا تحط اكس يساوي 5، هي صح اكس يساوي 5 بس لكن لا تسويها. شوف شو تسوي هني 5 صح، تحط اكس ناقص 5، يعني تعكس اشارتها وتحطها داخل قوس بهالشكل، تفتح قوس ثاني لان هذا سكوير، اوكي، تحط يساوي سالب 8 تعكسها شو تصير؟ اكس موجب 8 وتحط يساوي صفر، هذه عشان العلامات. الحين حط الاجابات اللي طلعت بالاله الحاسبه، اكس يساوي 5، اكس يساوي سالب 8. هذه نسوي لها ديسكارد، هذه نلغيها. ليش؟ لأنه مستحيل يكون الدايمنشن بالسالب، عمرك شفت طول بالسالب؟ إذا قيمة إكس تساوي 5. الحين نجد الدايمنشنز. يلا هني 5 زائد 5 هذه 10، وهذه 5 ناقص 2 هذه 3، وهذه 5، واضح؟ يلا ننتقل للسؤال اللي بعده. يقول لك the combined volume. شو يعني combined volume؟ يعني الأحجام مجموعة مع بعض، combined مدمجة أو مجموعة، كيوب and cylinder. أنا عندي شكلين بهذا السؤال، اللي هو الكيوب، هذا الكيوب تعرفونه صح؟ وعندي سلندر اسطوانة، واضح؟ طبعا هذا الاسطوانة يكون يكون لها راديوس r ويكون لها هايت ارتفاع، هذا يكون له سايد بس. طيب شو يقول لك؟ الهايت للسلندر هذا ارتفاع السلندر توايس ذا راديوس، يعني توايس يعني ضعف، يعني 2r. طيب والسايد للكيوب 4 تايمز ذا راديوس، يعني 4 أضعاف الراديوس. هني شو يقول لك؟ إن حجم هذا زائد حجم هذا يساوي 1000، يعني الفوليوم هذا نسميه 1 وهذا نسميه 2 مثلا، اوكي؟ حجم 1 زائد حجم 2 شو يساوي مع بعض؟
1000. طب حجم واحد شو يساوي؟ هذا كيوب صح؟ من صف خامس، هو السايد كيوب يعطيك الفوليوم زائد، وبالنسبة لهذا الفوليوم باي ار سكويرد ضرب الارتفاع اللي هو 2r يساوي 1000. شوفوا شو يساوي الحين. هذه كيف نبسطها؟ 4 كيوب تعطيك 64 صح؟ هذه ار كيوب زائد 2 حطها بالبداية باي ار سكوير ضرب ار وحدة تعطيك ار كيوب، هذه 1000. شوف شو تسوي الحين. تروح على الآلة الحاسبة بالشكل، تحط 64 كيوب صح زائد 2 باي ار كيوب يساوي كم؟ 1000. واضح؟ شيفت كالكوليت يطلع الجواب عندي كم؟ بس قيمتها هي اكتب ار طبعا لانه ما في ار داخل الكالكوليتر، 2.4. وبشو يتعامل بالانش؟ اذا هذه انش. واضح؟ طيب ننتقل للسؤال اللي بعده. الحين شو يقول لك؟ the volume of a figure، هذا الاكسبريشن، وذا surface area هذا disregarding the units، يعني ان هذا surface area وان هذا volume. يقول لك هذيل قيمتهم متساوية. شوف شو يقول لك: the first figure equals to the surface area of the second figure. What are the possible value of x؟ خلينا نجرب الحين على نفس الورقة. طيب هنا يقول لك ان x كيوب minus 9x equals، هذه تساوي هذه. واضح؟ جمع الحدود في صوب واحد، يعني هذه نقلها على هالصوب تصير x كيوب، يوم تنقلها شو تصير؟ ماينس 8x سكويرد، وهذه ناقص 9x تساوي 0. شوف بما ان هذا عنده x وهذا عنده x وهذا عنده x، خذ x عامل مشترك x وحده وافتح قوس حط يساوي 0. هذه اخذت منها x حطيتها برا اذا تصير سكويرد، وهذه اخذت منها x صارت x وحده، وهذه اخذت منها الاكس اللي موجوده عندها، فطلع الجواب بهالشكل. شوف شو تسوي. شايف هذه تقول اكس وتفتح قوسين، هذه نقلناها، لكن هذا بنحلله فتحنا قوسين. اتفقنا؟ نحط هني اكس ونحط هني اكس. نروح على الآلة الحاسبة بالشكل. 1 سالب 8 سالب 9. طلع أول رقم عندي 9. كيف تحطه هني؟ تحط سالب 9. واضح؟ تحط يساوي ثانية، سالب 1 تحطها موجب 1. الحين كيف تكتب الإجابات؟ بهالشكل. x يساوي 0 تحط x يساوي 0، وx يساوي هذه يوم تنقلها تصير موجب 9، وهذه شو تصير؟ تعكسها تصير سالب 1. يعني الجواب الأجوبة اللي طلعت معي هني. أوكي اتفقنا؟ شو البوسيبل فاليو اوف x؟ طبعا هذه ديسكارد وهذه ديسكارد. ليش؟ لأنه مستحيل يكون الدايمنشن 0 أو سالب، إذا الجواب is 9. أوكي هذا شباب سهل، إذا تستخدم الآلة الحاسبة راح يعطيك A and B. واضح؟ طيب وبالنسبة لهذا يقول لك Evelyn is making 2 rectangular table tops. The dimensions of both are shown if both designs have the same area. What is the value؟ يقول لك الاريا حق هذا وهذا متساوية. جد قيمة x. طيب الاريا كيف نحسبها؟ طول بعرض صح؟ يعني نضرب هذا بهذا x times x زائد 4. وهذا كيف؟ x ناقص 2 times 2x زائد 3. واضح؟ هذا يساوي هذا، نساويهم مع بعض. يلا نسوي تبسيط أو simplify. هذا الإكس ندخلها على 2 terms تصير x سكوير زائد 4x يساوي. هذه كيف نبسطها؟ انقل واحدة تحت الثانية، يعني يجيب مثلا هذه تحت هذه، تضرب هذا مع هذا وهذا مع هذا والنص مع بعض. يلا 2x ضرب x تعطيك 2x سكوير. سوي سبيس. 3 ضرب سالب 2 سالب 6.
بالنص شو نحط؟ 3 ضرب إكس موجب 3 إكس، و2 إكس ضرب سالب 2 سالب 4 إكس. يلا نعيد كتابتها بشكل أبسط. إكس سكوير زائد 4 إكس يساوي 2 إكس سكوير. هذيلا مختلفين أنقصهم أحط إشارة الأكبر، صح؟ ناقص 6. طيب الحين شو نسوي؟ ننقلهم يعني نخليهم كلهم بصوب واحد، يعني ما نخليهم موزعين بهالشكل. هذه كيف تنقلها؟ تنقلها تحت اللي يشابهها. منو يشابهها؟ هذه تحطها تحتها وتقلب إشارتها، هذه تحطها تحت هذه وتقلب إشارتها. يلا شو يطلع عندك الجواب؟ شوف إذا في لون ثاني. يلا هذه 2 ناقص 1 1 إكس سكويرد، وهذيلا متفقين أجمعهم، أحط الإشارة اللي هم متفقين عليها، ناقص 6 يساوي هذا الاتجاه صار فاضي، كان يسار صار يمين، عادي ما في فرق. تفتح قوسين بهالشكل عشان علامات بالسؤال المقالي أو الكتابي. تعطيني 1 إيكوال سالب 5 إيكوال سالب 6 إيكوالز، يطلع عندك إكس ناقص 6 إكس الثانية كم؟ زائد 1. الحين شو نسوي؟ الأجوبة اللي طلعت معي بالكالكوليتر اللي هي عكس هذه سالب 6 تحطها موجب 6، وهذه موجب 1 تحطها سالب 1. هذه نهملها ليش؟ لأنها سالبة، دايمنشن لازم يكون موجب، إذا الجواب 6. والله يساعدكم.